المعالم الدينية في مصر. مصر من زمان وهي مشهورة بالوحدة الوطنية بين كل مسلم ومسيحي، وهو ده اللي خلاها مكملة رغم كل التحديات. في الفيديو ده هنحاول إننا نروح معلم إسلامي ومعلم مسيحي، وده هيحصل عن طريق إننا هنروح الكنيسة المعلقة وشارع المعز. المفروض ان الكنيسه المعلقه دي تعتبر من اقدم الكنائس اللي موجوده في مصر، واللي لسه موجوده لحد دلوقتي، واتسمت بالمعلقه لان هي اتبنت على برجين. البرجين دول كانوا المفروض ان هم بتوع الحصن الروماني في مصر، ايام الحصن الروماني. بص، احنا صورنا اللي احنا نقدر عليه في الفيديو، بس عشان ما كناش نعرف حد هنا يرشدنا على الحاجات دي، عشان اول مره نخش الكنيسه. احنا حاليا لحد دلوقتي ما نعرفش حاجه، احنا كنا بنقف بس نلقط الكلام اللي احنا نعرف هم ايه بيتكلموا عن ايه بالظبط. خلصنا خلاص هنمشي دلوقتي. لا، كنيسه جميله. المكان فيه كمية شغل، كمية تفاصيل في المكان، واضح ان هم اشتغلوا عليه زمان، اشتغلوا عليه كتير قوي، يعني كل حاجة فيها تفاصيل، حتى شغل الخشب، الشغل فيه شغل كتير قوي. بس كده يا جماعه، احنا خلصنا هنا الكنيسه المعلقه. هنروح المكان التاني اللي هو الكنيسه اللي قدامنا اللي هناك. احنا خلصنا دلوقتي، دخلنا كنيسة مرجرجس. احنا عايزين نصور المعبد اليهودي، ولكن بيقولوا ان هو فيه صيانة. دلوقتي وقفنا تصوير شويه، المفروض نروح المعز، بس قلنا بس نفصل نروح ناكل عشان ايه يعني يطلع احسن من عندنا. انا بالنسبه لي الحل في الحوار ده الاكل. في واحد اسمه همهم، بتاع بتاع سندوتشات، لقيته هما بيتجمعوا. بس لك ايه، في عقده اندومي. عاوز قدام 5 تريبس اي حاجه بتاعت بكام؟ نجيب كريب، نجيب كريب بطاطس صغير، نجيب جنبيهم سندوتشات عادي. ايه رايك؟
يعني ما كنتش متوقع اللي هو يبقى حلو كده. دلوقتي احنا جبنا وافل من عنده برضه، بيعمل حادق وحلو وكل حاجه، بس هو تقريبا مشهور بالوافل، او يعني لما رحت لقيت في زحمه على الوافل. عايزين نعرف احنا كلنا بكام عنده. كلنا كل الحاجات دي ب 65 جنيه. شرب الموز ده اصلا هو كان حته كبيره واحنا قسمناها نصين ب 10 جنيه وحاجته نظيفه يعني. دخلنا هو في زي تشتري تيكت ب 10 جنيه الواحده للطلبه، اغلب المعالم اللي في المنظمه من كذا جامعه في نفس الوقت، بحيث ايه ان احنا ندمجهم فيكون ايه الموضوع شكله حلو. الجامعه كلها اغلبها عريقه وبالحجر، حاجه يعني ايه زي ما قلنا في تفاصيل في الكنيسه، في برضه تفاصيل جامده جدا في الجامع. بالظبط. السقف اللي فينا ده يعني في كميه تفاصيل غريبه، انا مش عارف هم عملوه امتى ولا في قد ايه. كتير بتلاقي فيه كتير حمام في الجامعه، انا بستغرب بصراحه. بعدين الفيديو ده عشان محدش مثلا يفكر ان احنا مثلا بنعمل مقارنه بين جامع وكنيسه او اي حاجه، لا خالص. الفكره ان احنا كنا في الاول كنا عايزين نصور مثلا معلم ديني مثلا يكون قديم، فقلنا ان احنا مثلا نصور كنيسه او جامع، بس قلنا في نفس الوقت عشان ايه ما نصورش حاجه حد يكون عايز حاجه ثانيه. من اجل الوحده الوطنيه في مصر قررنا ان احنا هنصور كنيسه او جامع، بحيث ان الناس برضو تشوف حاجه هنا وحاجه هنا، لكن ده لا يمس اي صله بالمقارنه ان احنا نقارن دي ديانه ودي ديانه، ودول ليهم حاجاتهم ودول ليهم حاجاتهم. الموضوع ما هواش منافسه او اي حاجه خالص، لا ده دين ومبادئ اعتقاد. دخلنا الجامع اللي هو فيه الساحه الكبيره ده، لقيناه مقفول. تجديدات في تجديدات. عايز يكون التصوير اكتر من الكلام، يعني احنا التصوير لوحده هيشرح لك بالظبط. احنا برضو عشان ما كناش نعرف حد ولا في الكنيسه ولا في الجامع، احنا يعني عملنا زي اجتهادات شخصيه كده، اللي هو ايه احنا بنصور انتوا ممكن تفهموا الموضوع كده، هي احنا عايزين نعمل فكره زي كده بس. لكن احنا بقى ما رحناش مثلا الكنيسه، احنا كناش نعرف اي حاجه في الكنيسه. انا كنت اول مره في حياتي اخش الكنيسه الصراحه. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ان شاء الله تستنوا فيديوهات اكتر، فيديوهات أحسن. فيها شغل اكتر، فيها شغل احسن، فيها شويه شغل في التصوير. نقدر نقفل نقدر نقفل الفيديو. نقدر نقول سلام بقى، نشوفكم ان شاء الله.
وبرضو واتسمت بالمعلقة لأن هي بص بقى يا جماعة، احنا طبعا صورنا كل اللي نقدر عليه ان احنا ممكن نصوره، بس احنا